السلام عليكم خوتي، نتمنى الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نصايب معكم واحد الكاليط توجدوه الكوتي ولا الفطور، ولا اللي عنده وليدات ويديهم معاهم مدرسه، يعني يديو شي حاجه طبيعيه على اليد احسن من سقاطات الزنقه. المهم اول حاجه بسم الله على بركه الله، عندي كاس ديال الزيت، عندي نص كاس لاروب ديال الكوك بعد ما حمرته، كاس ديال سنيده، جوج بيضات، واحد الحامضه غنحكها هنا، واحد معلقه العسل، عندي الطحين على حسب الخليط، ما معبورش، ما نقول لك لا نص كيلو ولا ربعه ولا، المهم عينك ميزانك. العجينه ما كتكون قاصحه بزاف، ما كتكونش في نفس الوقت جاريه، المهم كتكون متجانسه على حسب باش ما تبقاش تلصق لك في يدك وصافي. عندي واحد الفانيلا وعندي واحد الخميره. نبداو بالمقادير، بسم الله على بركه الله. المقادير: جوج بيضات، بسم الله، جوج بيضات، ما نعملوهمش كاملين، نعملو بيضه كامله بالحمر بالبيض، ووحده نخليو الحمر ديالها للتزيين، نحاولو نحطو غير البيض والحمر ونخليوه على جنب. هذه حامضه، حامض بلدي اخوتي واعر صراحه، الله هي هذه، كاين شي محسن من حاجه بلديه، غير النسمه ديالو تبارك الله كتعطيك ما نعرفش شحال من كيلومتر باش تشمها. كيف ما نربي عود بلدي، يعني المعدنوس بلدي، ماشي هو رومي ما فيهش حتى الحس ديال النسمه، ماشي بحال البلدي صراحه. خوتي الباديه هي اللي كتخدم على المدينه باش نكونوا واقعيين، بارك الله، اي حاجه تجيبها من الباديه. من بعد ما حكينا خوتي شو ديال الحامض، غنحاولوا نزيدو معلقه كبيره ديال العسل، المهم اي عسل توفرات عندكم، غنزيدو هاد الكاس ديال الزيت مع هاد كاس لاروب مع نص ديال الكوك محمر، زائد كاس ديال سنيده. بالنسبه سنيده خوتي الحلاوه كتبقى على حسب كل واحد، كاين اللي عنده السكر لا يكون في العوان، يعني يقدر ينقص. بالنسبه اللي ما عنده حتى شي مشكل يمكن له يضيف، يقدر على حسب الحلاوه اللي كيبغي هو. المهم اخوتي ما كيعجبنيش نخدم ويدي ما بطيني الكمام الواقع هو هذا. غنزيدو فاني كيعطي النسمه، بالنسبه لهاد الخماره هذا فيها 20 غرام، نعملوها كامله. بغيتو تعملوا جوج ديال 8 غرام 8 غرام يا 16 غرام، كيبقى اختيار ديالكم. انا نخدم بيدي خوتي، بسم الله على بركه الله. نحاول ندمج هاد المكونات كامله مع بعضياتها. هيدوب لنا هاد السكر مع الزيت والبيضات، هاد الكاليط صدقوني اخوتي كيجي واعر احسن ديال الزنقه، يعني شي حاجه على يدك كتعرفو، خصوصا الدراري. هذا نسميوه حنا دوازاتي. من بعد ما حسينا بالسكر دايب، حيت السنيده كاين فيها جوج الانواع، كاين واحد النوع كيكون مدهوق مزيان اللي هو هذا استعملت انا، كاين اللي كيكون شويه حجر قاصح. دابا غنبقاو نزيدو الطحين، الطحين عينكم ميزانكم، بسم الله. بالنسبه للطحين نوعيه الورده. المهم اخوتي من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا هي هذه، تكون رطبه شويه وما تكونش قاصحه بزاف. دابا نحاولوا نشكلوها كويرات.
المهم الشكل نتوما كتحكموا فيه على حسب الحجم. نحاولوا نضغطوا عليها شويه. بالنسبه للتزيين عندي صفار بيضاء اللي حيدت معكم العجينه قبيله، زديت واحد شويه ديال الحامض وزديتو نيسكافي، ولا غنزوقوا له الوجه ديالو ان شاء الله. بالنسبه اخوتي من بعد ما زينت الوجه ديالو بنيسكافي والصفار ديال البيض، دابا كنحاول نزين له الوجه ديالو حتى هو بالفرشيط بهذا الشكل. بدات من قبل اخوتي الفران ديالنا يسخن، دابا ملي غنساليه بالزواق ان شاء الله غنديه يطيب، من بعد غتشوفوا معايا الشكل النهائي ان شاء الله باذن الله. هانتوما اخوتي حمر غزال وهشيش، ديك الكوكي يعطي واحد المذاق يا سلام، وبالصحه والراحه.